أهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة تعلم أساسيات تصميم شبكات ري اللاندسكيب. هنتكلم اليوم عن المواصفات والشروط التي يجب الالتزام بها عند تصميم شبكة ري موضعي للوصول إلى التصميم الأنسب، فلو مهتم تابع للنهاية. القواعد الأساسية لتحديد مواصفات شبكة الري الموضعي والتي الغرض منها الوصول للتصميم الجيد هو أن يتم مراعاة وفهم المقصد والغرض من كل نقطة من هذه المواصفات قبل بدء أعمال التصميم للوصول إلى التصميم الجيد. من القواعد اللي لازم نلتزم بيها نوع الموزعات المستخدمة والتي يجب أن تناسب نوع النبات المنزرع. يعني ما ينفعش أكون أنا عندي نخلة واحتياجاتها في اليوم 120 لتر خلال اليوم الواحد، واستخدم موزعات عبارة عن خراطيم جي ار، نقاطات محقونة جوه الخط، وكل نص متر فيه نقاط بيديني تصرف 4 لتر على الساعة، وبالتالي لا يمكن اني ادي احتياجات النخلة دي من خلال نوع الموزع ده. برضو لو انا عندي اشجار معمرة وكانت موجودة في الحقل او في المشتل وكان بتروى بطريقة الري بالغمر او خلافه، وانا ابتديت ازرعها في المنطقة عندي كنبات لاندسكيب، ما ينفعش ان انا ارويها مثلا باستخدام ميني سبرينكر او نقاط وهي كانت متعودة على الري بالغمر. لا، انا لازم التزم ان انا اديها كميات مية كبيرة زي ما مجموع الجذر بتاعها معتاد في المشتل، وبالتالي لازم التزم ان انا استخدم موزع بابلر. من القواعد الاخرى هو ان المخرج اللي موجود عندي من مواسير اللي بتخدم شبكة الري الموضعي يكون مجموع التصرفات اللي بتخرج من خلال المخرج ده هي 500 لتر على الساعة. والسبب ان رقم 500 لتر على الساعة هو ان عندي الخرطوم بتاعي اللي بيغذي النباتات اللاندسكيب القطر بتاعه 16 ملي، وانا عندي معادلة الاستمرارية بتقول لي ان الكيو بتساوي الاي في الفي، وانا دايما باجي اصمم على سرعة سريان 1.5 متر على الثانية، وبالتالي انا هلتزم بالسرعة دي وهحتاج ان انا احدد القطر وبقبله كمية مية محددة. فلو انا قطر 16 ملم للخرطوم بتاعي يبقى كمية المية لا يجب في كل حال من الاحوال انها تزيد عن 500 لتر على الساعة، وبالتالي مجموع تصرفات النقاطات اللي موجودة عندي لازم يكون اقل من 500 لتر. ولو زاد الرقم عن ده هيبتدي يحصل عندي سوء في انتظامية التوزيع، وشبكة الري بتاعتي مش هتقضي الغرض المطلوب منها. من القواعد الاخرى اللي لازم ابقى عارفها هو حساب تصرف خرطوم التنقيط، اللي هو في القاعدة اللي قبليها كنا قلنا ما يزيدش عن 500. طب انا بحسبه ازاي؟ بقول ان عدد النقاطات في المتر الطولي لو ضربتها في طول الخرطوم في تصرف النقاط الواحد يبقى انا كده جبت تصرف خرطوم التنقيط. طب عدد النقاطات في المتر الطولي دي بعرفها منين؟ لو انا عندي خرطوم جي ار المسافات ما بين النقاطات 50 سنتي يبقى المتر الطولي الواحد فيه 2 نقاط. طيب لو انا عندي خرطوم المسافات ما بين النقاط والاخر 30 سنتي يبقى انا عندي كل متر طولي هيبقى فيه 3 نقاطات. طيب لو انا عندي الخرطوم الجي ار مسافة ما بين النقاطات 25 سنتي يبقى المتر الطولي الواحد هيبقى فيه 4 نقاطات، وهكذا. طيب طول الخرطوم بناء على شكل القطعة اللي انا موزع فيها الخراطيم هقدر من خلال مواصفات القطعة اعرف اطوال الخراطيم المفروضة خلال القطعة، وبالتالي هيبقى عندي معلومة طول الخرطوم.
طب وتصرف النقاط الواحد ده جزء من مواصفات الخرطوم اللي انا هستخدمه في الديزاين بتاعي. لازم يبقى معروف النقاطات على مسافات قد ايه، النقاطات تصرف النقاط الواحد كام بالظبط. طيب نقطة جديدة هنتكلم عنها هو طول الخرطوم، والذي لا يجب ان يزيد عن 50 متر. طيب ليه ما يزيدش عن 50 متر؟ لان زيادة الطول عن 50 متر ده معناه اني هيبتدي عندي الفواقد الاحتكاك جوه الخرطوم هتزيد معايا، ومادام زادت فواقد الاحتكاك يبقى الضغط عند اول الخرطوم هيبقى مختلف تماما عن الضغوط اخر الخرطوم، وبالتالي هيبقى عندي انتظامية توزيع سيئة جدا، خصوصا في انواع الخراطيم غير ذاتية الضبط. وبالتالي لازم وانا بعمل الديزاين بتاعي اراعي ان المسافة ما بين المخارج يحقق لي شرط ان طول الخرطوم الواحد لا يمكن ان يزيد عن 50 متر، ولو حصل ان في زيادة ده معناها ان كفاءة توزيع المياه هتبقى سيئة جدا. طيب ري النخيل والاشجار معا على نفس المحبس. يمكن عملية ري النخيل والاشجار معا على نفس المحبس، ولكن بشرط اني اوفر احتياجات النخلة واوفر احتياجات الشجرة في نفس الزمن، لان مادام الاتنين على نفس المحبس يبقى مفروض ان انا هشغل الشجر والنخيل نفس الوقت. وبالتالي لو الشجرة بتاخد 60 لتر والنخلة بتاخد 120 لتر وانا هستخدم نوع الموزع بابلر، ممكن احط للشجرة بابلر مواصفاته بيدي 60 لتر على الساعة، وممكن احط للنخلة 2 بابلر مواصفاته 60 لتر على الساعة، وبالتالي هيوصل للنخلة 120 لتر خلال زمن الري اللي هو الساعة، وهيوصل للشجرة 60 لتر خلال الساعة. وبالتالي يمكن ضم الأشجار والنخيل على نفس المحبس بشرط الالتزام باللي قلناه. طيب عدد النقاطات في المتر المربع 4 نقاط لكل متر مربع. النقطة دي هحققها ازاي؟ لو انا عندي احواض للعشبيات، احواض للجراوند كفر، احواض للحوليات، ببتدي افرد الخراطيم بتاعة الجي ار خلال الحوض على مسافات كل نص متر في خرطوم. طيب كل نص متر في خرطوم، والخرطوم نفسه كل نص متر هيبقى فيه نقاط، وبالتالي في الاتجاه على طول الخرطوم هيبقى عندي نقاطين على الخرطوم، وانا في اتجاه الخطوط او اتجاه العرضي هيبقى عندي خرطومين، يبقى خرطومين، والخرطوم الواحد خلال المتر المربع هيبقى فيه نقاطين، وبالتالي هيبقى عندي 4 نقاطات داخل المتر المربع الواحد. طيب ده هينفعني فين؟ هينفعني في حسابات زمن الري، لان احتياجات العشبيات قلناها في الفيديو السابق هي 16 لتر على المتر المربع في اليوم، وانا حاطط 4 نقاطات في المتر المربع، تصرف الواحد 4 لتر، وبالتالي اديت 16 لتر خلال الساعة، وبالتالي زمن الري بتاعي هيبقى ايه؟ ساعة مظبوط. عشان كده لازم نراعي جزئية توزيع الخراطيم بهذا الشكل. طيب يجب ألا يزيد تصرف محبس التنقيط عن تصرف المصدر، أو تصرف محبس الري الموضعي عموما عن تصرف المصدر. طبعا الكلام ده احنا فاهمينه، وخلال السلسلة في الفيديوهات الأولى اتكلمنا على الحالة دي مع الري بالرش. برضو نفس الكلام في الري الموضعي، لما اجي اروي لازم المحبس اللي انا
مشغله يكون التصرف بتاعه يكون اقل من او يساوي تصرف المصدر. لو زاد عن تصرف المصدر يبقى هيبقى في عدم انتظامية توزيع نتيجة لانخفاض الضغوط، والشبكة هتشتغل والموزعات بتاعتي هتشتغل على ضغوط اقل من المواصفات بتاعتها، وبالتالي مش هتحقق لي الغرض المطلوب منها. ولذلك كلما راعيت ان انا يبقى عندي التصرف اقل من او يساوي تصرف المصدر، كلما حصلت على نتائج جيدة، ويجب الالتزام بذلك. طيب، ممنوع تحميل شبكة الري الموضعي على شبكة الري بالرش. في كثير من الاماكن لما تنزل الموقع ممكن تلاقي ان شبكة الري الموضعي متحملة مع شبكة الري بالرش لاعتبارات توفير التكاليف او اعتبارات الجهل بالموضوع، وبالتالي الامر ده مرفوض تماما بسبب ان احتياجات النجيل وزمن ري النجيل مختلف تماما عن احتياجات الاشجار والشجيرات والجراوند كفرز وغيرها، وبالتالي ممنوع عملية تحميل شبكة الري الموضعي مع شبكة الري بالرش، ويعتبر ده من الأخطاء شائعة الوجود. طيب، ري السياج الشجري من خلال مد خرطومين تنقيط، ولا يستخدم بابلر في هذه الحالة. يعني ايه بقى؟ احنا قلنا ان الاشجار غالبا بنستخدم معاها بابلر. طيب، لو انا عندي سياج شجري عندي فيه 6 شجرات في المتر الطولي، 4 شجرات في المتر الطولي، والسياج ده هيتربى على انه هيغطي او يعمل خصوصية للمكان، والاشجار دي هيتم تقليمها اولا باول عشان تاخد شكل هندسي معين، وبالتالي الاحتياجات المائية بتاعة الشجرة في هذه الحالة وكثافة النمو اللي موجود خلال المتر الطولي مش هيبقى نفسه هو نفس الاحتياجات المائية او الاروائية بتاعة شجرة انا حطيتها في مكان معين بستمتع بمظهرها الجمالي وشكلها الطبيعي. ولذلك الاشجار بتاعت السياج الشجري او السور النباتي اللي بيبقى موجود عندي انا بمدله خرطومين تنقيط جي ار اسفل السياج النباتي، بحيث انه يدي شريحة ابتلال مناسبة اسفل السياج الشجري. لكن ان انا يبقى عندي 6 شجرات في المتر الطولي، مثلا انا عندي فيلا فيها 30 متر من السياج الشجري، وهيبقى عندي 180 شجرة، ابتدي احط 180 بابلر اسفل السياج، ده طبعا شيء غير مقبول تماما، وهيضيع المظهر الجمالي وتكاليف زيادة جدا، ولا يمكن استخدام او تنفيذ قاعدة ان انا استخدم بابلر مع الاشجار في هذه الحالة. وبالتالي الانسب هو استخدام خراطيم الجي ار، خرطومين ببتدي امدهم اسفل السياج الشجري، بيحقق لي شريحة ابتلال مناسبة وبتقضي الغرض وبتساعد على نمو السياج الشجري بكفاءة عالية جدا. لحد هنا وانتهى فيديو اليوم. ارجو انكم تكونوا استفدتوا وعرفتوا بعض من المواصفات اللي احنا بنلتزم فيها اثناء تصميم شبكة الري الموضعي، وبشكركم وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.